بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيدات والسادة الحضور، بداية يطيب لي أن أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم كافة المستخدمين العسكريين والمدنيين للجيش الوطني الشعبي بأسمى آيات الشكر والعرفان على هذا التشريف الذي حظيتمونا به اليوم بمناسبة إشرافكم على حفل تكريم الوفد العسكري المشارك في الطبعة الثانية للألعاب العسكرية الإفريقية المنظمة في أبوجا بنيجيريا. لقد حقق وفدنا العسكري المكون من 118 رياضيا، منهم 108 ذكور و10 إناث و10 مدربون، نتائج باهرة تمثلت في حصد 96 ميدالية، منهم 53 ذهبية و22 فضية و21 برونزية في 10 اختصاصات من أصل 20 اختصاص رياضيا، تنافست فيها 22 دولة مشاركة، وهي نتائج استثنائية وغير مسبوقة سمحت لبلادنا من انتزاع المرتبة الثانية في الترتيب العام بعد البلد المنظم. بهذه المناسبة السعيدة أود أن أؤكد لسيادتكم أننا في الجيش الوطني الشعبي بقدر ما نعتبر الرياضة بمفهومها الشامل جزءاً لا يتجزأ من التحضير القتالي للأفراد، بل جزءاً لا يتجزأ من برنامج المنظمة للأفراد، بل جزءاً لا يتجزأ من برنامج المنظومة التكوينية لدينا. فإننا نعتبر المنافسات الرياضية بشتى أنواعها أنها المدرسة الميدانية التي فيها يتعلم الفرد العسكري قيمة الجهد المبذول وقيمة الروح الجماعية والتنافس وروح الرياضة للتألق والنصر. وعليه حرصنا في الجيش الوطني الشعبي بتوجيه من سلطتكم العالية على توفير كافة الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة من أجل تطوير الرياضة العسكرية، مما ساهم ويساهم في تحقيق نتائج مشرفة في هذا المجال على الصعيدين القاري والدولي. وفي هذا الإطار يجدر التأكيد أن هذه الجهود التي بذلناها ولا زلنا نبذلها ترمي في مجملها إلى تكوين جيش احترافي بأتم معنى الكلمة في إطار التشبث بالقيم والثوابت الوطنية المستلهمة من الرصيد الزاهر لثورتنا المظفرة وتاريخنا المجيد. في الختام أجدد لسياداتكم أسمى عبارات الامتنان، شاكرين لكم هذا التشريف الذي حظيتمونا به اليوم، متمنيا لكم التوفيق والنجاح في كافة مساعيكم الوطنية النبيلة، خدمة لوطننا المفدى وشعبنا الأبي. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.